واخيرا بعد 9 سنوات من تحقيق هذه البطولة، طبعا من عهد هذا اللاعب من 2015، من عهد كريستيانو رونالدو. ريال مدريد 2015 حصل على هذه البطولة بمباراة اليوم بعد الفوز على اوساسونا ب2-1. ريال مدريد رسميا بطلا لكأس الملك، وتعتبر هذه اول بطولة لهذا الموسم وان شاء الله مو الاخيرة. ريال مدريد قدم مستوى كبير بالمباراة، واهم شيء حصل بالمباراة تدرون شنو؟ عودة لوكا مودريتش. اما عن رودريجو اللي قاعد يعمل شيء كبير صراحة، هدفين من رودريجو، مستوى كبير احنا متعودين عليه يسجل في نهاية المباراة، ولكن اليوم تحول وسجل من بداية المباراة. اما فينيسيوس دمرهم بالمهارات، دمرهم والله العظيم. انا خفت صراحة على فينيسيوس لا ينصاب وما يلعب مباراة السيتي. وكو احصائية لفينيسيوس بان اخر 5 مباريات نهائي 4 مساهمات لفينيسيوس. تخيل مستوى اداء فينيسيوس بالبداية من كنا ننتقده لدرجة مو طبيعية، بعدين كان يضيع فرص كثيرة. الان فينيسيوس قاعد يساهم باهداف، قاعد يعمل اكثر خبرة